يا دكتور خلاص فاضل على الامتحان شهر وانا حاسس اني ناسي كل حاجه، وكل ما بحاول اركز في حاجه مخي ما بيساعدنيش. ايه الحل؟ بص انا هرد على سؤالك بسؤال وما تخافش، مش عايز منك اجابه، مش هكون انا والمدرسين عليك. هل جربت تغذي مخك صح؟ في الفيديو ده هقول لك على فيتامينات مهمه لصحه مخك، وكمان عادات هتزود تركيزك بنسبه 100%. اول فيتامين هنتكلم عنه هو فيتامين بي، بالاخص بي 6 وبي 9 وبي 12. دول الفي اي بي بتوع الذاكره، بيقللوا النسيان وكمان مهمين جدا لصحه الذاكره، ولو ناقصين عندك هتحس ببطء في الفهم وصعوبه في الحفظ. طب مصادرهم فين؟ مصادرهم كتيره جدا، موجودين في اللحوم وفي الاسماك وفي اللبن وفي الخضار الورقي. تاني فيتامين هو فيتامين سي، بيقلل التاكسد اللي بيحصل في المخ مع مرور الوقت، ومصادره موجوده في الجوافه وفي الفراوله وفي الليمون والبرتقال. تالت فيتامين هو فيتامين دي، ولو ناقص عندك هتحس باكتئاب وتحس ان مخك مش عايز يشتغل. واهم مصدر ليه الشمس، لكن لو ما بتتعرضلهاش كتير لازم تاخد مكملات او تاكل سمك سلمون او تشرب لبن. رابع حاجه والحقيقه انه مش فيتامين لكنه عنصر مهم جدا للتركيز والذاكره، وهو الاوميجا 3، موجود في الاسماك الدهنيه والمكسرات او عن طريق المكملات. لكن اهم الفيتامين هو اللايف ستايل بتاعك، لازم تكون بتاكل اكل صحي وبتنام كويس مع شويه رياضه خفيفه. والاهم من كل ده انك تقلل السوشيال ميديا، خصوصا الريلز والشورتس، لان في نظريه اثبتت ان هي بتقلل فتره التركيز، والنظريه دي اسمها attention span reduction theory. لو حابين تبحثوا عنها او اكلمكم عنها اكتبوا لي تحت في الكومنتات. اخر واهم حاجه لازم تبعد عن الذنوب والمعاصي، وده مش كلامي، ده كلام الامام الشافعي اللي كان معروف بقوه حفظه. كان بيبص للصفحه يحفظها لما قال: شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. بس كده. وفي النهايه لو عندك استفسار او حابب نكمل في السلسله اكتب لي تحت في الكومنتات. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك واشتراك في القناه وتبعت الفيديو لاصحابك لعل حد يستفيد. كان معكم بلال ماجد.